بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بضيائه، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أحييكم أيها الملأ الكريم تحية مباركة من عند الله، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لكم علماء فضلاء ودعاة كرماء وإخوة وخوات على هذا الملتقى الجامع الكريم، الذي لا نتحدث فيه عن أقلية اغتصبت حقوقها وأهدرت كرامتها، وإنما نتحدث عن جسم من الأمة الإسلامية الكبرى التي توحدت على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، على توحيد المعبود ووحدة العابدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنحن تجمعنا هذه العقيدة الموافقة للفطرة، وتجمعنا هذه الشريعة الدافعة للعمارة، وتجمعنا هذه القيم التي تؤسس للفضائل، وتجمعنا كذلك الآمال والآلام والمحن والمنح والتاريخ والحضارة والإرث المشترك لأمة باذخة مضياف قدمت الكثير، وهي قادرة على أن تقدم مشروع نهضتها في هذا العالم المعاصر. نحن نتحدث عن جسم أصابته علة يتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لإقالته من عثرته، ليعود جسما صحيحا معافا يؤدي رسالته في تاريخ هذه الأمة المعاصر. أيها الإخوة في الله، علينا أن ندرك أن هذه الأمة مرت عليها من المحن والأنواع والعواصف الشيء الكثير، ولكن لم تهن عزائمها ولم تضعف أقدارها ولم تتراجع طاقاتها. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم البأساء في أموالهم والضراء في أبدانهم والزلزال في إيمانهم، ومع ذلك هيأ الله تعالى لها من الأسباب ما يقيلها عن عثرتها. التاريخ عرف أمما ظهرت وازدهرت ثم اضمحلت واندثرت، وظن كثير من فلاسفة التاريخ أن الموت بعد الازدهار هو قانون الأمم والحضارات، لكن أمة ذات صفة ربانية منحها الله من عوامل البقاء والديمومة ما يقيها أسباب الاستئصال والبلا. فنحن أمة حفظت في مصدري هدايتها ورشدها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل وحي الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، كما يشمل وحي السنة غير المتلو وغير المتعبد بتلاوته. نحن أمة محفوظة في مصدري هدايتها ورشدها.
الأمم الأخرى وكل الله أمر حفظها إلى الناس، ولكنهم بدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا. ثم إن هذه الأمة لم يقتصر حفظها على مصدري هدايتها ورشدها، بل حفظها الله من خلال الطائفة القائمة لله بالحق لا يضرها من خذلها. والأمة كذلك حفظها الله بالمبشرات بظهور الدين، ظهورا بمعنى البيان والوضوح، وظهورا بمعنى الغلبة والتمكين. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. إذن فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط مهما وقع على إخواننا في تركستان من محاولات تذويب الهوية، من هتك الأعراض، من قتل الأنفس والأرواح، من تشريد الناس وتهجيرهم. رغم كل هذه المعاناة فالأمة حية وقادرة أن تستأنف مسيرتها في النصرة وفي التدافع، فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط. وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. الأمة غزيت في 9 حملات صليبية من الغرب حتى قال الناس إن الصليبيين قوة لا تقهر، فقيض الله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي فدحروا هؤلاء الصليبيين. وغزيت الأمة الغزوة المغولية التي وافتنا من الشرق سنة 656 حتى اسودت مياه دجلة من مداد الكتب، وقال الناس إن التتار قوة لا تقهر، فقيض الله سلطان المماليك سيف الدين قطز الذي صاح صيحته وإسلاما وجمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فدحر التتار لا يلوون على شيء. واليوم نشهد هذه الحرب على أمة الإسلام، حربا على العقيدة والهوية، حربا على القيم والأخلاق، حربا على معاقد الأسرة وتماسكها والبناء الاجتماعي، حربا على وحدة الأمة ومحاولة تقسيمها على قاعدة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، حربا على جموع هذه الأمة في كشمير وفي الروهينجا وكذلك في تركستان وفي بقية الوقائع من قارات الدنيا، حربا على الأمة في مواردها في باطن الأرض وظاهرها، ومحاولة السيطرة والتحكم في هذه الموارد، حربا على الأمة في العقول والكفاءات العلمية التي أرادوا أن تهاجر للغرب فيستفيد منها الغرب وتكون بمنأى عن إفادة أمتها. إذن الحرب مشرعة على كل الجهات. وإذا كانت الحرب قديما تقوم على مبدأ التقابل بين الجيشين مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي، فإن الحرب اليوم اتخذت آبادا واتخذت آمادا ووسائل، الحرب النفسية والحرب الاستباقية والحرب التكنولوجية والحرب الاقتصادية والحرب الإعلامية والحرب النفسية، وفي ظل ازدواجية المعايير العالمية
تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. الأمة قادرة على أن تستجمع قواها مرة أخرى، انطلاقا من قوة العقيدة والإيمان، وانطلاقا من قوة الوحدة والترابط، وانطلاقا من قوة الساعد والسلاح. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. إذن هذه الأمة حاضرة، ولذلك وصيتنا مع هذه الرسائل القيمة التي عبر عنها معالي الأستاذ الدكتور علي القرداغي في رسالة الاتحاد، فكذلك نوجه رسالة لإخوتنا الإيغور، لإخوتنا أهل تركستان الشرقية. أولا أن يدركوا أن نصر الله لا بد له من مقدمات منطقية. أن ننصر الله بالاستقامة على منهاجه وشرعه ودينه وطاعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا معنى ينبغي أن يكون حاضراً، بأن ننصر الله تعالى بالاستقامة على هذا الدين حقيقة، وأن نتمثله أنموذجا وواقعا يحيا بين الناس، علماء ودعاة وعوام ومجتمعا وأسرا على كافة الشرائح وعلى مختلف المنطلقات. الأمر الثاني أن يكونوا على قلب رجل واحد من حيث التوحد، من حيث التآزر، من حيث التناصر، من حيث التعاضد. فإن المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، قليل بمفرده كثير بأعوانه. والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. والقرآن الكريم يذكرنا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم يوالي بعضكم بعضا ويناصر بعضكم بعضا ويؤازر بعضكم بعضا ويعاضد بعضكم بعضا كما يتناصر أهل الكفر تقع الفتنة ويقع الفساد العظيم. لذلك لا بد من هذا التوحد والتآزر والتناصر. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الأمر الثالث: يا أهل تركستان، يا علماء الإيغور، علينا أن نتسامى فوق الجراح، فوق الاختلاف الداخلي، فوق الصراع، وأن نعمل على تضميد هذا الجراح بيننا، وأن نكون على مستوى التحدي والمعركة والتدافع. وليكن شعارنا: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. فكونوا على قلب رجل واحد، وتساموا
فوق الجراح والاختلاف وتجاوزوا هذه الحالة من التدافع، إلا أن يكون اجتماعا على نصرة الحق وأهله في مقابلة الباطل وأهله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يثبت أقدامكم، وأن ينصركم على عدونا وعدوكم، وأن يجعل منكم تاج فخار لهذه الأمة التي تنتصر لقضيتها. إن تنصروا الله ينصركم ويجزكم كفلا بكفل وأسجالا بأسجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.